عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. سياسة بمفهوم جديد. تقدم سياسة حزب التحالف الوطني رؤية جديدة تتسم بالإبداع والابتكار. يسعى الحزب إلى جذب اهتمام المواطنين من خلال استراتيجيات فريدة تهدف لتعزيز المشاركة الشعبية. هذا التحول يحدث في ظل قيادة النائب محمد خالد القاضي الذي يلعب دورا محوريا في هذه التحولات السياسية. إن التجارب الحالية توضح أن هناك فرص كبيرة لتحقيق الاستجابة الفعالة لمتطلبات المجتمع. دور النائب محمد خالد القاضي في التحولات السياسية. نائب محمد خالد القاضي يمثل نموذجا للقادة الذين يدعمون التغييرات الإيجابية، يعمل على تشجيع الحوار والتعاون بين مختلف الفئات السياسية والمدنية. لقد قام بتنفيذ مبادرات ترتكز على التواصل الفعال مع المواطنين مما يعزز الشفافية والمصداقية. إلى جانب ذلك يؤكد على أهمية الاستماع لمشاكل وتطلعات الشعب. استراتيجيات مبتكرة لتعزيز المشاركة الشعبية. تطوير منصات رقمية للتفاعل مع المواطنين. تنظيم ورش عمل وندوات تستهدف تعزيز الثقافة السياسية. تحفيز الشباب للمشاركة الفعالة في العمليات السياسية. إنشاء قنوات مباشرة للتواصل مع الناخبين والاستماع لرؤياهم. هذه الاستراتيجيات تعزز من الرغبة في المشاركة وتساعد في بناء الثقافة بين المواطنين وقادتهم. إن تطبيق نموذج للحوار الجديد يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في كيفية تفاعل الأحزاب مع المجتمعات، لكن هناك تحديات تحتاج إلى مواجهة لتحقيق هذا الهدف الخلاق. أهمية الشفافية في العمل السياسي. تعزيز الشفافية يعتبر من الأمور الأساسية في العمل السياسي الحديث ويساهم في بناء الثقة ودعم شرعية المؤسسات السياسية. يهدف حزب التحالف الوطني إلى توضيح العمليات واتخاذ القرارات بطريقة مفتوحة. مثل هذه الخطوات تجعل المواطنين يشعرون بأن لديهم صوتا يؤثر في السياسات العامة. التحديات والفرص في تطبيق السياسة الجديدة. وجود مقاومة من بعض القوى التقليدية. الحاجة إلى تغيير عقليات بعض الأفراد في استغلال الفرص لتبني تقنيات جديدة في التواصل والتفاعل. توسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال مؤسسات المجتمع المدني. بمجرد التغلب على هذه التحديات يمكن تعزيز نموذج سياسي يمثل تطلعات الشعب واحتياجاتهم. إن التحالف الوطني يضع الأمل في مستقبل مشرق من خلال سياساته المبتكرة. الوقت الآن هو وقت التغيير، والمشاركة الفعالة تعتبر مفتاح النجاح في العمليات السياسية. يتقدم رئيس حزب التحالف الوطني المصري بخالص التهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الموقرة بمناسبة ذكرى التأسيس السادسة. في خلال هذه السنوات كان لكيانكم الموقر بصمة جلية في الحياة السياسية كمنصة حوارية وتشاركية بين الشباب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، مكنت من تبادلهم الرؤى والأفكار على أرضية صلبة، كما ساهمت بفاعلية في بناء القيادات السياسية الشابة وإتاحة الفرص لهذه القيادات المؤهلة لتحمل المسؤولية سواء على المستوى التنفيذي أو المستوى التشريعي. كما كانت المشاركات الفاعلة لعنصر التنسيقية من أعضاء حزب التحالف الوطني المصري في كافة الفعاليات والمناسبات المناسبات الوطنية، وتتسم بالتميز والثراء. وإننا إذا ننتهز هذه الفرصة لنؤكد على استمرار التعاون المثمر والبناء بين الحزب وكيانتكم الموقرة، متطلعين إلى المزيد من التقدم والتطور البناء. حزب شباب بيحب مصر برئاسة الدكتور محمد سليمان. قائمة شباب مصر، الشباب الوطني هنبني الوطن. بيان من حزب شباب بيحب مصر. نحن في حزب شباب بيحب مصر برئاسة الدكتور محمد سليمان نؤمن بقوة الشباب وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا. نحن هنا لدعم شباب مصر وتمكينهم، لأننا نمتلك الخبرة اللازمة لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. نحن نؤكد على أهمية دور الشباب في بناء وطنهم. نسعى جاهدين لتوفير الفرص التي تعزز من قدراتهم وتساهم في تطوير مهاراتهم معا نحو مستقبل مشرق لمصر. دعوة للشباب: انضموا إلى قناتي على التليجرام. أعزائي الشباب، يسعدني أن أدعوكم للانضمام إلى قناتي الرسمية على التليجرام. من خلال القناة تتمكنون من متابعة أحدث الأخبار والمستجدات المتعلقة بحزب التحالف الوطني المصري، بالإضافة إلى الحصول على محتوى حصري ومباشر يتناول مختلف القضايا التي تهمكم.
كن جزءا من مجتمعنا النشط وشاركنا في تحقيق أهدافنا وطموحاتنا الوطنية. نحن في حاجة إلى أفكاركم وطاقتكم ومشاركتكم الفعالة لبناء مستقبل مشرق لمصر. للتواصل المباشر والاستفسارات والمشاركة في المناقشات انضموا الآن: النائب محمد خالد القاضي، التحالف الوطني المصري. بيان رسمي من حزب الشباب الوطني المصري. بكل فخر واعتزاز يعلن حزب الشباب الوطني المصري عن انضمام قائمة شباب مصر الشباب الوطني ضمن رؤيتنا الوطنية الطموحة لتحقيق أهداف هنبني الوطن 2030. هذه القائمة تمثل روح الشباب المصري الطموح والساعي لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة، وهي تعكس إيماننا العميق بدور الشباب كقوة دافعة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقا لمصرنا الحبيب. نثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها النائب محمد خالد القاضي في دعم وتحفيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية، ونؤكد على دور الفاعلة في تمكين جيل جديد من القادة الشباب الذين سيساهمون في تحقيق الرؤية الوطنية 2030. إن انضمام قائمة شباب مصر الشباب الوطني يعد خطوة جديدة نحو توحيد الجهود لشباب المصري من أجل مستقبل مشرق. حزب التحالف الوطني المصري برئاسة النائب محمد خالد القاضي. قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، تشكيل واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب، وذلك تحت مظلة لجنة شؤون الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني. جاءت الجلسة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص تعديلات قانون الأحزاب السياسية الحالي، وبحث تيسير سبل الاندماج بين الكيانات والتحالفات الحزبية طواعية، وكذلك الحكومة المالية والإدارية للأحزاب السياسية والمدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص المعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن السياسي. وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ملامح التعديلات والمأمولة على قانون الأحزاب السياسية وآليات ومحفزات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، وتشكيل واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب السياسية، وذلك لصياغة المقترحات تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية. واستعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة، وذلك ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي لتنفيذ استراتيجية تبني ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية وآليات الدمج والمقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية. وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، وتزامنا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. بكل فخر انضم 4 أحزاب جديدة لقائمة الشباب الوطني هنبني الوطن لخوض سباق الانتخابات البرلمانية: المستشار محمد حامد، حزب الشباب الوطني هنبني الوطن، حزب التحالف الوطني المصري الأمانة العامة، عبد الفتاح السيسي المهندس، أشرف رشاد الشريف رئاسة مجلس الوزراء المصري. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول، الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الوطني المصري. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اللجنة الفرعية، الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الوطني المصري. مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.